مستحيل يبان على جسمك التطور والضخامه العضليه وتلبس التيشيرت تلاقي نفسك فعلا ضخم فيه من غير ما يكون الثلاث عضلات دول عندك اقوياء، صدر كتف تراي. فتعالى انا وانت النهارده ناخد تمرين الدفع من كوكب تاني، بس اتاكد انك تكون متابع الفيديو للنهايه علشان انا هسيب لك شرح لكل زاويه. وفي نفس الوقت معظم الناس اللي بيخشوا يتمرنوا عضلات الدفع ما بيقدروش يركزوا فيها صح وما بيعرفوش التريكات الصغيره الاسرار بتاعت البودي بيلدر. فركز معايا كويس جدا وانزل اكتب لي كلمه سر في الكومنتات يا متين يا رب، واعمل شير لصاحبك ويلا بينا. هبتدي اول تمرين على التفتيح العالي على الكابلات، ودي فرصه لازم انتهزها كويس قوي. الكابلات فاضيه والجيم فاضي، فبالتالي احب اتمرن على الزاويه دي لانها من ضمن الحركات اللي فعلا بتعمل لي افكت عالي قوي لعضلات الصدر وبتديني نتيجه كويسه جدا بشوفها يوم عن يوم بالتمرين ده. فتاكد 100% دايما لو الجيم فاضي او انت تقدر تحط الكرسي وتخلي البقره في مستوى ايديك وانت واقف كده اهو، لازم تجرب الزاويه دي. فعلا احسن من الدمبل بمراحل، بس طبعا لازم تقدر تعملها بشكل مستمر عشان تلاقي منها نتيجه. تعال نخش اول دور. دي اول مجموعه شغل ليا لاني سخنت خلاص. يلا بسم الله. افرد ظهرك وطلع صدرك لفوق وظهرك من تحت، ما تخليهوش عامل كده، لا خليه لازق في الكرسي. يلا بسم الله. واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة يا متين يا رب ستة زاوية قاتلة. استريح 5 دقايق، خش الزاوية اللي بعدها. صح معايا يا كابتني. تعالى ناخد بعديها ماشين بريس مسطح، بس الزاوية دي من أحسن الزوايا اللي أنت ممكن تدخلها بالذات بالماشين عشان المقاومة فيها بتبقى عالية جدا، وفي نفس الوقت محتاج تركز على التكنيك بتاعها علشان تضمن ان الصدر بتاعك هو اللي شغال. دي تاني مجموعة فعلية أنا هاخدها وهعمل فيها حاجة في آخر المجموعة، فركز كويس معايا. في البداية أنا بطلع صدري لفوق وبشد ظهري وبنزل كتفي لتحت وبخلي كوعي 45، مش بخليه 90 كده، بخليه مايل لتحت شوية. باخد نفس بملى بيه صدري وبزق لقدام. تعال نشوف كده. بسم الله. واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة ستة لسه 7 8. انا حاطط 100 كيلو المكنه، فهشيل 25% من الوزن يعني 75 كيلو، وخليني اوصل للفشل العضلي مره تانية. وهتبقى دي المجموعه التانية والاخيره كده. يا رب بسم الله يا متين. 1 2 3 4 شايف البامب عامل ازاي؟ لازم تجرب الزاويتين دول. 5 دقايق راحه واخش الزاويه اللي بعدها. هدخل بعديها كابتني رفرفه على الكيبل وهخلي البقره من تحت، وتاكد ان انت فارد ظهرك وبتطلع لحد مستوى الكتف، تثبت ثانيه وتقوم نازل تاني ببطء وما تنزلش لحد الاخر، لا خلي انزل لحد ما العضله برده تفضل مشدوده. وهاخد لك الشوط اللي بالظهر عشان تستمتع. يلا بينا. بسم الله. 1 2 3 4 5 6 يا متين يا رب 7. لسه فاضل واحدة. دي فعلا واحدة من أحسن الزوايا الفعالة اللي ممكن تخليك عامل كده بالظبط، مش كده قوي يعني، ممكن تبقى أحسن كمان. هدخل بعديها كابتني ماشين بريس للكتاف، بما اني خدت رفرفه جانبي. ولو انت مش اخد بالك فالماشين بريس من اكتر العضلات او الزوايا اللي انت بتستهدفها هي الراس الاماميه اللي هي هنا دي. بص يا كابتني تشريحه. انا بفكر ادخل بطوله يا كابتني، الموضوع بيلعب في دماغي جدا يعني، بالذات اللي انا اخر سنه بدات اكون لايف ستايل بتاعي بادي بيلدر صرف، الوجبات صرف، كل حاجه صرف بادي بيلدر. فليه لا؟ هي اي نعم الموضوع ممكن ياخد له مثلا 150 الف عشان اجهز، لكن لو الموضوع فيه متعه وفيه استفاده للناس قول لي في الكومنت، يلا بينا نجرب.
على فكره 100 150 الف دول عشان تحضر لبطوله كويسه في بادي بيلدر دول ولا حاجه، ما تستكترش المبلغ. انت بس يعني نسبه البروتين اللي انت بتكون محتاجها والمصاريف كلها عامه ممكن في اليوم الواحد تكون من 500 ل 1000 ونص في اليوم الواحد. فموضوع البادي بيلدر بينطبق عليه مثل لما تيجي تربي اسد ما تسالش على سعر اللحمه. هو ده الموضوع، انت بتبقى عايز تكون بتركيبه وشكل مختلف عن بقيه البشر، فلازم تعمل حاجات عن بقيه البشر مختلفه برضه. يلا نخش. اتاكد بس اللي كوعك وانت جاي والنبي تتمرن اللي هو يكون من هنا، الحركه بدايتها من هنا، بس انا مضطر اعملها كده لان الجهاز حجمه صغير عليا. بسم الله. واحد، اثنين، ثلاثة، أربعة، خمسة، ستة، سبعة، قوية جدا فعلا. التمرينة بتاعت النهارده الترتيب بتاعها ذكي بنسبة كبيرة جدا، مش عارف المدرب اللي كاتبها لي اللي هو انا يعني جاب الذكاء ده كله منين. هدخل بعدها كابتني تراي بالحبل، دي من احسن الزوايا اللي انا بحب اخدها، بتخليني متحكم اكتر وفي نفس الوقت مش بتخليني اقدر اتقل في الوزن قوي عشان الماسكه كده، فبالتالي بعمل تحفيز عضلي من غير ما اذي نفسي عشان انا عندي اصابه في كوعي من رمضان. فاهم حاجه دايما ان انا بحب اشتغل بتمارين بتديني جهد عضلي او بتخليني اقدر احفز العضلات للبناء العضلي وفي نفس الوقت ما تكونش مجهده للمفاصل وتحطني في اصابات. يعني دي الحاجه اللي انا وصلت لها اخر سنه في حياتي من التمرين، اللي انا دايما اختار الزاويه الذكيه اللي تديني فاعليه من غير ما يكون فيها ضغط جامد قوي ولا على الجهاز العصبي ولا على المفاصل بتاعتي. بص يا سيدي، اول حاجه بتثبت كوعك كويس وبتنزل بوزن جسمك، تاخد الوزن تطلع صدرك لفوق، بعد كده تبتدي تسحب لتحت. واحد، اثنين، ثلاثة، أربعة، خمسة، ستة، سبعة، ثمانية، تسعة، 10، 11، 12. فعلا الزاويه دي انت لازم تحطها في الاسبوع بتاعك على الاقل مره واحده بس، عشان فعلا هتلاقي منها نتيجه كويسه جدا مع الوقت. وافتكر زمان في بدايتي اول ما كنت بروح الجيم كان اساسا الروب ده مش موجود، وكانت الناس من كتر ما الزاويه دي فعلا بيشوفوا منها افكت كانت بتجيب حبل عادي وتركبه في الكابل وتقدر تلعب بيه. فكان موضوع حلو جدا يعني زمان. على فكره المتعه بتاعت التمارين بتاعت زمان لسه انا فاكرها لحد دلوقتي، فعلا كان الموضوع ممتع ممكن اكتر من دلوقتي لان ما كانش فيه امكانيات والواحد برضه عايز يعمل حاجه، فكان بيدور في اي حته على اي معلومه. فدي حاجه مهمه، لازم تستمتع بالمعلومات اللي موجوده دلوقتي والامكانيات اللي موجوده دلوقتي. وبكده يا كابتني اخدنا تمرين الدفع النهارده من احسن الزوايا الفعاله. لو عندك سؤال في اي حاجه سيبه لي في الكومنت او في المسجات على انستجرام، وتاكد انك تكون عامل اشتراك للقناه وفعل زر الجرس عشان كل الفلوجات توصل لك. ولو عندك اقتراح لاي حاجه سيبه لي في الكومنت، انا دايما جنبك. سلام.